ترزقنا باليسار ولا توهنا بالاقتدار ونسترزق طالب رزقك ونستعاطف شرر خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصرنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الفاتحة. على من وأسلافنا الصالحون وعلى من وحبيب على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن وآله ومن بالنبي تعالى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله لقد عليه جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دائم بلا
أتقى الأذكياء المرتجى لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إنك لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترمنا بكل خير واجتبت القلب الغسور ولا ترمنت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه على مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة وعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والبيوت صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سرور
قلبي سروره قد توالى بحبيبي عمل أنا ما نوانا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي حمل أنا ما نوانا قد تراقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي عمل لنا ما نوانا لحظاته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي عمل أنا ما نوانا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا قلبي سروره قد توالى بحبيبي عمل أنا ما نوانا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله واشهد عليه أن لا وسلم. إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله في عليه الصدور من الإيمان
القرآن قواعده وتلو اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلع لله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان ليلا المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحية وسعيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وكبل عليه غاية الكمال صلى الله عليه وسلم روح المصلي عليه به فينبس في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيض إلى أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشهر الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأنسلاب الكريمة والبطون وما من سلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه والقمر التام الذي يتنقل ببروده ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وسلم مستقر في الأنسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه حير الأبكار ظهوره وبار فتعلق نعمة الراقب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرف
يضرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنتني لا تدري محبت من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سماء يوصى بها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع يدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع تروحني بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي عرف الحق لأهل الحق واسلك معهم اعرف الحق لأهل الحق واسلك معهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم فقد من قد رآهم أو رأى من رآهم يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي أو تعلق بهم دايم ولازم فينهم فإنهم قام معاد في البرية كما هم يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي لا ترافق وتصحى في الخالقة سواهم لا ترافق وتصحى في الخالقة سواهم فإن مولاك وفر من الهبات عطاهم يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي جاءت وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي فسع فيما سعى واشرب مع القوم هم على يحبوك ربك مثل
النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي حيثما كان حضور في مجال صفاهم حيثما كان حضور في مجال صفاهم وقد يدعو الأمين حين تسمع دعاهم يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي دعاهم إلى ربه وشيد بينهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي ربي بلغني آمالي بجاهك ما هم ربي بلغني آمالي بجاهك ما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا يا ربي كربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه الصدى ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وأنا مالي غيرك مالي 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 وفكني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه صدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وأنا مالي غيرك مالي وأنا مالي غيرك مالي وأنا مالي غيرك مالي وأنا مالي غيرك مالي أنا مالي غيرك مالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى مولاي أصلح أيامي وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهيئ السبب
والرب الإنعام وهي سببا كمالي وانا مالي مالي غير كمالي غير كمالي وانا مالي 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 غير كمالي وانا مالي غير كمالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه صدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى ونور لي فؤادي واجلو عنه صدى يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي غير كمالي وانا مالي مالي غير كمالي وانا مالي غير كمالي وانا مالي مالي غير كمالي وانا مالي غير كمالي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل صلى الله مما استفاده عليه الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن ما أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في أحف الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات
الآيات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصص بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وسلم بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها. فعملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شمره من حمله وقرب توقد بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجد صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وبديهة صلى الله عليه بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حاملة حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم وجهاد الحبيب على السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تنسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان
الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشف كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فقسمه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مرئنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. Khusyuk, Pak Hadir, pekerong ke Kanjeng Nabi dalam hatinya, khusyuk. Asyraqa al-kaunu ibtihajan bi wujudil Mustafa Ahmad wali ahli al-kauni unsun ya Rasulullah wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam alayka ya Rasul salam alayka ya Habib salam alayka ya Rasulullah salawatullah alayka. فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم لغرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يسره العبد إذ حبانا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد
الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر يا رسول الله كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا يا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمي برز رافعا ضرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه عليه لسيد الكونين من أشهر شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادة وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرى صلى الله عليه تولى ذلك لشرف عند الله يد القدرة ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى وقد الله ورد عن عبد عليه الرحمن بن عوف عم الشافعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب صلى الله والتي عليه شفه فضله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم البست ووجعت فلم انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني صلى الله عليه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب صلى الله عليه ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله فسمعت عليه قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق صلى قال الله فلم يزل الحديث عليه مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله وأن عين عليه عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه لي برجواك يا مولاي علقاه قوية تحت بابك وشوفني فيك يا ربي نية وانت يا ربنا تعلم
بما في الطوية قدك دالي بما في الظاهرة والخفية وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية فإن لك جود يغفر ذنبنا والخطية تحت بابك وكل منك يبغى عطية يا الله اسلك بنا نهج الطريق سوية في طريق النبي والسادة العلوية يا مجيب استجب وعجل بشربه هنية واصل أعمالنا يا ربنا والطوية واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا وإن دعيت أهل ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية في كفلهم ومعهم في الجنان علية عند طه النبي المختار صلوا على النبي محمد خير البرية في كفلهم ومعهم في الجنان العلية عند طه النبي المختار خير البرية بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية لتعكى تجي في الحال منه بتيه بختنا بالنبي هو كنزنا والخبية لتعكى تجي في الحال من نوبتي وادعى
عيناه للبلوى ويزيل البلية ولو صلوا عليه إنه إمام سريع والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من ضراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من تتوجه إليه اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الآمرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهديك حافظين. اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركاته وشريف بجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد
وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.